وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. المكون اللي هكلمكم عنه في حلقة النهاردة مش بس هيساعدك انك تحرق الدهون او انك تتخلص من الوزن الزايد اللي عندك، لا ده كمان ليه علاقة قوية جدا بشرايين الجسم، هيحافظ على الشرايين بتاعتك نظيفة وصحية وما فيهاش اي ترسبات من الداخل، يعني هتقدر تضمن وصول الاكسجين بقوة الى جميع انحاء الجسم. بس ركزوا معايا كويس جدا لاني هضيف ليه مجموعة بسيطة جدا من العناصر اللي متوفرة بشكل طبيعي في كل بيت. خليكم معايا لانها هتكون حلقة مهمة جدا. زيت الزيتون، ولكن ركز انه يكون زيت الزيتون البكر الممتاز. زيت الزيتون ده هو حمض دهني احادي غير مشبع، وبرضه بيعرف او بيندرج تحت اسم الدهون الصحية. زيت الزيتون بقى لما بيدخل الجسم بتاعك فهو بيقلل من الكوليسترول الكلي وكمان الكوليسترول السيء، وده معناه ان انا بقلل من خطر انسداد الشرايين. وخد بالك ان انسداد الشرايين ده ممكن يوصل للنوبات القلبية او السكتات الدماغية. ونيجي الجزء مهم جدا، وهو ان الاحماض الدهنيه اللي موجوده في زيت الزيتون بتساعد على الحفاظ على معدل مستوى السكر في الدم طبيعي. ده معناه ان هو هيعزز من الشبع عندك، ومش هتلاقي نفسك انك بتروح وتتناول وتفرط في الاطعمه الاخرى، وبالتالي ده بينعكس على فقدان الوزن. من الحاجات الممتازه اللي بحبها جدا في زيت الزيتون وهو مضادات الاكسده القويه جدا. مضادات الاكسده دي بتوقف الكوليسترول السيء وكمان بتمنع الاكسده بتاعته، وده كده معناه ان شرايينك زي الفل، مفيش اي ترسبات هتترسب عليها وتسد المجرى بتاع الدم بالكامل. لو كان عندك مشاكل في الجهاز الهضمي، سواء انتفاخ او الهضم نفسه مش ماشي بشكل طبيعي، او ان عندك مشاكل زي الامساك او الاسهال، فالاحماض الدهنيه الاحاديه الغير مشبعه اللي موجوده في زيت الزيتون بتعزز حركه الطعام بشكل افضل عبر القولون، وده بيعزز عمليه الهضم وحركه الامعاء الطبيعيه. علشان كده لو كنت بتعاني من مشكله الامساك فاعتبر ان هديتك في الحلقه دي هو زيت الزيتون، لانه هيحل المشكله دي نهائيا. المكون الثاني اللي هضيفه على زيت الزيتون وهو بودرة الفلفل الأحمر أو الفلفل الحار أو الكاين بيبر. خد بالك إن الفلفل الحار من أقوى التوابل اللي بتساعد على تنظيف الشرايين، ده غير إن المادة الفعالة اللي موجودة فيه اللي اسمها الكابسيسين دي بتساعدك على الشعور بالشبع، وفي نفس الوقت بتعلي معدل الحرق أضعاف عندك. طيب ليه الفلفل الحار بيحرق الدهون؟ لأنه بيزود من رد الفعل الحراري اللي موجود في جسمك، وده بينعكس على الدهون المخزنة. الفلفل الحار كمان بينعكس على الشرايين وخاصة بطانة الأوعية الدموية في الشرايين، وبيزود من قوتها وبيزود من وظيفتها. بيبدأ معدل أكسيد النيتريك إن هو يرتفع ويزيد، وده بينعكس إن الشريان بيبدأ يوسع، الدهون اللي موجودة بتبدأ تقل، وصول الأكسجين لكل أجزاء الجسم بيكون بشكل قوي وسريع جدا. عنصر قوي مهم جدا ومتوفر بشكل كبير وهو الليمون. الليمون بعتبره من أشد وأقرب الأصدقاء للكبد لأنه بيعزز من وظيفة الكبد. أول حاجة عندك إنه هو بيقوي الكبد، مش بس كده، إنه كمان بيزود من الإنزيمات اللي بتساعد على إزالة السموم من الكبد، وبالتالي بيطرد كل المواد والسموم الغير مرغوب فيها واللي موجودة في الجسم. من الفوائد الممتازة لليمون إن هو بيشجع الكبد على إنتاج الصفراء، وهو عبارة عن حمض مطلوب بشكل كبير جدا لعملية الهضم السليم. أما آخر فايدة وهو إن الليمون بيعمل كمدر طبيعي للبول، وده بينعكس على الانتفاخ اللي عندك، فهو بيقلل من الانتفاخ. آخر مكون هنضيفه وهو عسل النحل الخام الطبيعي. العسل ده دايما بننصح بيه لان هو من اكتر الحاجات الطبيعية اللي بترفع وتزود من مضادات الاكسدة، ده غير ان هو معروف ان هو بيقلل من امراض القلب. عسل النحل ده فيه نوع من انواع السكر مهم جدا اسمه التريلوز. ركز لي بقى في النقطة دي. التريلوز ده بينشط البروتين
اللي بيحفز الخلايا المناعية على انها تبدأ تشيل كل الترسبات اللي موجودة في الشرايين. ده غير ان العسل يعتبر بروبيوتيك وبيساعد على تنظيف الجهاز الهضمي. المكونات بسيطة وسهلة جدا. اول حاجة هنستخدم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز، وبعدين هنضيف عليها 8 ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الحار او الكايان بيبر اذا وجد، وبعدين هنضيف عليهم عصرة واحدة بس من عصير الليمون، واخر حاجة هنضيفها نص ملعقة صغيرة من عسل النحل. خد بالك من نقطة مهمة جدا، ان عصير الليمون بيقاوم الحرارة او احساس الشطة اللي بيجي من بودرة الفلفل الحار، فمهم جدا ان عصير الليمون يكون موجود في المكونات. طيب المكونات اللي انا عملتهم مع بعض تقريبا هيجوا انهم ملعقة كبيرة. امتى اقدر استخدمها؟ هتاخد الملعقة دي قبل تناول الطعام مباشرة، يعني مش هتاخد الملعقة دي وتستنى نص ساعة او تستنى ساعة وبعدين تبدأ تاكل، لا انا عايزاك تاخدها قبل الطعام مباشرة، وده هيخلي من الاسهل والاقوى تعامل الجسم مع المكونات دي وان هو يبدأ يستفيد منها بشكل ممتاز. طيب لو مثلا الملعقة دي كان الاستخدام بتاعها قبل الغداء، لو عايز او في امكانك تقدر تستخدم ملعقة زيها تانية قبل العشاء، لكن دي مش حاجة اجبارية. لو ملعقة واحدة في اليوم قبل وجبة الغداء هيبقى ممتاز جدا. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي هقدمها اول باول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.